اهلا بيكم في حلقة جديدة من تك الزرار. النهاردة هنتكلم في موضوع يمكن شاغل مجموعة كبيرة او شاغل ناس كتير، بما ان هو بقى مصدر من مصادر الدخل الموجودة حاليا، او زي ما احنا بنقول او زي ما الناس شايفة مصدر دخل سهل حاليا وبيدخل فلوس كتير. طيب الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو عن تقديم المحتوى. ولكن قبل ما تفكر تقدم محتوى، تعالى مع بعض كده هنتكلم في كام حاجة. قبل ما تقدم محتوى هتسأل نفسك كام سؤال. هو أنا ليه بقدم محتوى أو ليه عايز أقدم محتوى؟ طيب السؤال التاني هو هل المحتوى اللي أنا بقدمه ده محتوى مفيد ولا محتوى مضر؟ وانا ما اقصدش هنا بمحتوى مفيد ومحتوى مضر ان انا بتكلم على هل هو محتوى علمي او محتوى غير علمي، او محتوى مثلا علمي ولا محتوى ترفيهي. لا، انا بتكلم على مفيد ولا مضر، بمعنى هل هو هيأذيني ماديا ومعنويا ولا هل هو هيضيف لي. وده هنتكلم فيه بالتفصيل في الحلقة واحنا ماشيين في خطوات قدام. طيب السؤال الثالث، هل انا مؤهل ان انا اقدم محتوى من الاساس اصلا ولا انا مش مؤهل؟ يعني هل انا شخص هقدر اقدم محتوى ولا لا؟ طيب تعالوا كده مع بعض هنجاوب على النقط دي واحدة واحدة علشان نبدأ نفهم الدنيا ماشية ازاي. في البداية كده قبل ما تقدم محتوى زي ما قلت لك لازم تكون عارف انت ليه بتقدم المحتوى ده. هل المحتوى اللي انا بقدمه ده عايز مثلا اقدمه علشان انا عايز فلوس او عايز شهرة، عايز اقدم معلومة مفيدة للناس تفيدهم في الحياة، او اقدم نصيحة، او هل انا بقدمه حتى علشان اضيع وقتي؟ طبعا محدش هيقدر يجاوب على السؤال ده غيرك، لان انت الوحيد اللي عارف الهدف من تقديمك للمحتوى. ولو انت مش عارف الهدف من تقديم المحتوى تبقى دي حاجة تانية، يبقى انا كده بعمل حاجة عمري ما هستمر فيها لان انا ما عنديش هدف منها. طيب ده السؤال الاول. تعال بقى على السؤال او النقطة التانية. بعد ما عرفت الهدف من المحتوى اللي انا هقدمه، خليني اسأل نفسي سؤال، هل المحتوى ده مفيد ولا مضر؟ احب اقول لك ان السؤال ده من الاسئلة المهمة جدا واللي لازم انت تسألها لنفسك. المحتوى اللي انا بقدمه هو اللي على اساسه هيحدد نوع الجمهور اللي هيجيلي، دي اول حاجة. كمان استمرارك في تقديم المحتوى من عدمه، يعني انا في محتوى ممكن ابدأ فيه وما اقدرش اكمل للاخر، او ما يكونش عندي فيه استمرارية بسبب ان انا مش حاسس ان انا بقدم حاجة مفيدة، او ان انا مش لاقي عائد سواء مادي او معنوي من الحاجة اللي انا بقدمها. طيب خد بالك ان فكرة ليه انا عايز اقدم محتوى او المحتوى اللي انا بقدمه ده مفيد ولا مضر بتقف عليها حاجات كتير هنتكلم فيها واحنا ماشيين زي ما قلنا في الحلقة دي. ولكن خليني اروح للنقطة التانية. هل انا شخص مؤهل ان اقدم محتوى؟ السؤال ده اقدر اقول لك ببساطة كده ان اي شخص مؤهل او يقدر يقدم محتوى. بص انا لحد دلوقتي كل ده بتكلم في كلام عام، انا ما بتكلمش بقى ان المحتوى اللي انا هقدمه نوعه ايه او هقدمه لمين. انا بتكلم هل اقدر اقدم محتوى او لا، او اي حد يقدر يقدم محتوى لا. اي حد يقدر يقدم محتوى. انا لو فتحت موبايلي من الصبح وسجلت اي حاجة ورحت منزلها على تيك توك او على انستجرام او على اي منصة من المنصات بتاعت السوشيال ميديا، انا قدمت محتوى.
ولكن النقطة اللي أنا بتكلم فيها هنا إن لازم نفرق بين نوع المحتوى اللي بيتقدم أو نوع المحتوى اللي بنتفرج عليه كمان، وده هياخدنا للنقطة اللي بعد كده اللي هي الفرق بين المحتوى الهادف والمحتوى التافه. برضو خليني أقولك إن مش كل محتوى بيتقدم لازم يكون مفيد، لأن المحتوى لازم يكون فيه نوع من الترفيه، وإلا الشخص هيجيله حالة ملل وهيجيله حالة اكتئاب. لو أنا بفضل بس أتفرج على محتويات علمية ومحتويات تاريخية والكلام ده كله. طيب خليني أسيب دلوقتي المحتوى العلمي على جنب وادخل في المحتوى الترفيهي. المحتوى الترفيهي بقت ناس كتير شايفة ان هو سهل يتقدم، ولكن خليني اقول لك نقطة مهمة. المحتوى الترفيهي من اصعب المحتويات اللي انت ممكن تقدمها، وده بسبب ان انا محتاج اقدم محتوى ترفيهي يحترمني ويحترم المشاهد وعقليته. يعني المحتويات اللي موجودة دلوقتي حاليا للأسف أغلبها محتويات تافهة ومبتذلة، وبتقوم على حاجات بتقلل منك ومن قيمتك. طيب المحتوى الترفيهي، هل في محتوى هادف أو محتوى جيد؟ طبعا في المحتوى الترفيهي محتوى هادف ومحتوى جيد. وخد بالك المحتوى الترفيهي الهادف محتوى صعب جدا، مش محتوى سهل، لان هو بيبقى له خلطة سحرية كده، زي ما احنا بنقول ان ازاي انا اقدر اقدم حاجة كوميدية بدون ما اقلل من نفسي او اقلل من قيمتي او اطلع اعمل حركات ملهاش لازمة. ولكن خليني اقول لك ببساطة ان احنا كنا لسه بنتكلم من شوية ان مش كل محتوى ترفيهي بيتقدم هو محتوى تافه او محتوى مبتذل. بالعكس، زي ما قلنا في محتويات كتير ترفيهية وبتطلع بشكل بيوصل فكرة او بيوصل معلومة او حتى بيوصل ابتسامة بطريقة ما تخليكش متضايق او تخليك قاعد مستفز شعوريا. طيب هل انا اقدر اقدم محتوى هادف او محتوى علمي بشكل كوميدي؟ طبعا اقدر اعمل ده. لو انا مثلا الجمهور اللي انا بستهدفه اطفال، فانا بالتالي المادة اللي انا هقدمها للاطفال او المحتوى اللي هقدمه للطفل مش هو نفس المحتوى اللي هقدمه للشخص الكبير، لان انا عايز اشد الطفل ان هو يتفرج على المحتوى بتاعي او ان هو يشوف اللي انا بقدمه ايه. فبالتالي ممكن يطلع المحتوى بتاعي بشكل كوميدي او بشكل ترفيهي معين، وفي الاخر هو بيقدم لي المعلومة وبيبسطها لي. علشان كده زي ما قلنا ان الجمهور اللي انت بتستهدفه هو اللي هيحدد المحتوى اللي انت بتقدمه. طيب زي ما احنا قلنا ان مش كل محتوى ترفيهي هو محتوى تافه. اكيد في محتويات ترفيهية كتير قوي على السوشيال ميديا، ولكن هل كل المحتويات اللي احنا بنشوفها الترفيهية دي محتويات تافهة؟ خليني اديك كده اجابة ممكن تكون شوية صدمة للاغلب منكم. هو حاليا اغلب المحتويات اللي احنا بنشوفها هي محتويات تافهة، هي فعلا بمعنى كلمة تافهة، واللي بقى منتشرة كتير اليومين دول. عندك بقى خد جو التحديات بتاع التيك توك، حدث بقى ولا حرج، الناس اللي بتطلع تبهدل نفسها وتقل في قيمتها. ومش عايز اقول لك ان الموضوع بقى مستفز لدرجة ان انت لما بتشوفه الناس مش صغيرة، ناس كبيرة في السن وبتعمل كده. انا معاك ان في ناس عندها ظروفها واحتياجها المادي و بس اعذرني، هو مفيش مبرر يخليني اطلع اقلل من قيمتي ايا كان احتياجي المادي. طيب دي نقطة.
عندك بقى كمان الناس اللي بيقول لك مش عارف شبيه نيمار على شبيه مش عارف ميسي على شبيه مش عارف امبابي على حاجات كده، ويطلع بقى وياخد شهرة والناس تبدأ تجيبه وحاجات كتير من دي، او حد بقى يطلع يستظرف وحد بقى يشتم او حد يجيب واحد يتنمر على واحد تاني، وكل ده في سبيل ان انت بتلم شوية لايكس على شوية كومنتس على ان انت يحصل لك شوية انتشار وظهور والكلام الفاضي ده. ناهيك بقى طبعا عن اللي بيطلعوا يبيعوا نفسهم او يستعرضوا اللي انا وانت طبعا فاهمينه ويعروا بقى جسمهم وكل الانواع دي، مش عايزين ندخل فيها كتير، ولكن للأسف ان كل الانواع دي ليها جمهور. يعني كل الانواع دي ليها جمهور وجمهور كتير، يعني حدث ولا حرج، وهو الغالبية العظمى دلوقتي من جمهور السوشيال ميديا، وده اللي بيساعد ان هو ينتشر. وفي بقى محتوى انا شايف ان هو من اخطر المحتويات اللي الواحد ممكن يشوفها او يقدمها، وهو الناس اللي بتطلع تصور حياتها الشخصية، تصور بقى بيتها. انا بحس ان انا معلش انا قاعد معاك في البيت، انت فين خصوصيتك، فين حياتك؟ كمان ازاي انت ما بتحسش ان حياتك دي مصطنعة؟ يعني انت كل حاجة بتعملها بتصورها، وانا باكل بتصور، وانا بشرب بتصور، وانا بخرج بتصور. انا اسف انا ناقص ده يعني اتصور وانا فانت بقيت بتصور كل حاجة. يعني انت حرفيا بتصور كل حاجة في حياتك. انت بيتك بقى مباح، بيتك بقى مفتوح. فالموضوع ده من المواضيع الخطيرة اللي يمكن الناس مش واخدة بالها منها. مش هتكلم بقى عن حتة دين ومش دين علشان دي مفروغ منها، ولكن انا بتكلم على ان العقلية بتاعت الناس وصلت لفين، او الشخصية وصلت لفين. خلينا نسيبنا من المحتوى التافه اللي احنا اتكلمنا فيه ده ومن التفاصيل فيه، وخلينا نتكلم شوية عن هل انا ممكن الاقي او اقدم محتوى ترفيهي ومش تافه. طبعا ممكن اقدم، في عندي كتير قوي حاجات تقدر تقدمها ترفيهية ومش تافهة. عندك مثلا المحتوى الرياضي، الناس اللي بتطلع تستعرض مهارات رياضية، او الناس اللي بتطلع تحلل ماتشات او تحلل كورة والكلام ده، وعندنا منها امثلة كتير ومحترمة. وعلى سبيل الذكر للحصر، دكتور ممدوح نصر الله من اكتر الناس اللي تخليك تتشد للمحتوى اللي هو بيقدمه بشكل يعني مش انا اللي هتكلم عليه وانا اللي هقيمه. طبعا الموضوع اكيد كلكم وعارفين القناة بتاعته. عندك كمان الناس اللي بتطلع تقول شعر، او الناس اللي بتقلد فنانين، او اللي بيعملوا مراجعات للافلام، ومنهم ناس كتير طبعا على سبيل برضو الذكر الحصر، الاستاذ الكبير محمود مهدي. يعني من الناس اللي انا بحترمها، ومن الناس اللي تخليك تحب تتفرج على القناة بتاعتها. بيحترم عقلك وبيحترم شخصيتك وبيقدم لك المحتوى اللي هو بيقدمه بشكل يليق بالمشاهد اللي هو عايزه يتفرج عليه. فعلى أساسها انت بتختار نوعية المشاهد أو نوعية الجمهور اللي بيتفرج عليك. طيب خليني أقول لك إن كل ده بيندرج تحت بند المحتوى الترفيهي، أو بمعنى أصح المحتوى الغير علمي. وعلى فكرة زي ما قلنا قبل كده إن المحتوى العلمي ينفع يتقدم بشكل ترفيهي أو بشكل كوميدي لسهولة استيعابه. عندك بقى المحتوى الهادف، أو بمعنى أدق المحتوى التعليمي، زي مثلا إن أنت عندك معلومات معينة وعايز تقدمها وتفيد بيها الناس. طبعا المحتوى ده برضو بيكون له هدف ربحي، ولكن في نفس الوقت أنا بقدم إفادة للناس وبقدم لهم قيمة
وشيء تعليمي يقدروا يستفيدوا منه في حياتهم. وعلى سبيل المثال لو انت شخص زي ما قلنا عندك معلومات تاريخية فبتقدمها للناس بطريقة جذابة تخليهم يحبوا التاريخ. قيس على ده بقى المجالات التانية كتير زي التصميم، زي التصوير، الرياضيات، الفويس اوفر، وكتير من المجالات دي سواء بقى المجالات العلمية او الحياتية. خلينا بقى نروح لنقطة تانية، وهي ليه المحتوى التافه هو الأكثر انتشارا، أو ليه هو اللي باين على السطح. والموضوع ده متقسم لكذا نقطة. خليني أقول لك إن الأسباب بتاعت إن المحتوى التافه هو أكتر محتوى منتشر، أول حاجة فيها إن إنتاجها سهل، مفهوش أي تكلفة. أنت كل اللي بتعمله بتصور بالموبايل وترمي، لا محتاج بقى معدات إضاءة، ولا محتاج معدات تصوير، ولا محتاج تحضر استوديو ولا مكان ولا الكلام ده. كمان المحتوى ده بيعتمد في الأساس على حاجات بتخلي جمهور معين ينجذب ليها، وهي مثلا زي ان هو بيعتمد على حاجات زي الجنس او حاجات زي العنف او التنمر والحاجات اللي شبه دي. وده بيجذب ناس كتير من اللي بتدور على محتوى مثير او محتوى غير اعتيادي. تالت حاجة بقى عندك وهي سهولة انتشار المحتوى ده، بمعنى ان انا مش محتاج لا بقى اهتم بدقة التصوير ولا اعمل مونتاج ولا بتاع ولا الكلام ده خالص. انا بصور بالموبايل زي ما قلت قبل كده، وبرفع المنصات تيك توك بقى عندك، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، اي منصة من منصات السوشيال ميديا، والدنيا معاه تمام، وهو بيشتغل لوحده. واللي بيساعد على ده وهو رقم 4 عندنا، ان المحتوى اللي انت بتقدمه ده هو بيكون همه الوحيد هو الفلوس. فبالتالي كتير من الشركات بتاعة المعلنين اللي بيهمها طبعا انتشار بقى اعلاناتهم ووصولها لاكبر عدد من الجمهور، ابليكيشنز بقى او خدمات وسلع بتساعد في انتشار المحتوى ده، لان هم بيدفعوا فلوس علشان هو في الهم وفي الاول وفي الاخر ان هو يعمل اعلان. هو مش همه بيعمل اعلان ده على اي محتوى، المهم بالنسبه له ان المحتوى يكون منتشر، وده للاسف بيشد جمهور كتير وناس كتير منه بتحب تتفرج على الموضوع ده وبيظهر قدامها بشكل مستمر. طيب خليني بقى كده هاخدك لنقطه تانية خالص بعيد عن اللي احنا كنا بنتكلم فيه، عن حته المحتوى التافه والمحتوى الهادف والكلام ده. خليني اقول لك ان احنا في عندنا نوعين من المحتوى: المحتوى المقتبس والمحتوى المسروق. انا بتكلم ان انت فعلا في عندك نوعين من المحتوى، مقتبس ومسروق. هتقولي الله، طب ما هو مفيش محتوى جديد. لا بص يعني خليني بس اشرح لك الموضوع علشان تفهم هي ماشيه ازاي. طيب اولا اقتباس المحتوى هو ان انا بستخدم جزء من المحتوى الاصلي، زي مثلا فكره او عباره، واوضح ان انا اقتبست الفكره دي من الشخص الفلاني، او من المقال الفلاني، او من الموضوع الفلاني، او ايا كان اللي انا اقتبسته ده، وهنسب الاقتباس للمصدر بتاعه. ده في حالة ان انا واخد الموضوع من مصدر واحد. تمام، يبقى احنا كده بنتكلم لسه عن الاقتباس. طيب لو انا شخص بقرا كتير، لو انا شخص بتابع حاجات كتير والكلام ده كله، فبالتالي بيتكون عندي افكار. زي كده بالظبط موضوع التغذية البصرية للمصممين والمصورين، وهم اكيد لو بيتفرجوا هيفهموا حاجة زي دي. انا بعمل تغذية بصرية وبعمل تغذية فكرية. يعني انا بتفرج على صور كتير او تصميمات كتير، وبالتالي لما اجي اصمم حاجة معينة او اصور صورة معينة، بيبدأ مخي يسترجع الافكار اللي انا
كنت بتفرج عليها قبل كده ويكون لي فكرة جديدة، طالعة كده توليفة من كل اللي أنا شفته أو كل اللي أنا قابلته قبل كده، وبطلع بفكرة بشكل بروحي أنا، بشخصيتي أنا. بالتالي المحتوى بيكون كذلك. يعني أنا لو شخص مثلا بقدم مادة تاريخية، أنا ما صحيتش من النوم صباح الخير أنا عندي تاريخ هقدمه، لا، أنا كنت راجل بقرأ كتب تاريخ، فبالتالي من خلال الكتب اللي أنا قريتها دي ببدأ أشرح المعلومة بتاعتي بطريقتي. أنا راجل بقدم حاجة رياضية، طب ما الحاجة الرياضية دي برضو مش حاجة أنا اخترعتها، لا، ده هي موجودة بالفعل، ولكن أنا متابع جيد للرياضة، فبالتالي عرفت أقدم الموضوع بشكل يفيد الناس أو بشكل يوصل المعلومة اللي أنا عايز أقولها بطريقتي وبأسلوبي. يبقى هنا في كل الأحوال إن المحتوى اللي احنا بنقدمه هو مقتبس، هو مش محتوى جديد، أو هو مش محتوى تم إنشاؤه من العدم. مفيش حاجة بتتخلق من العدم غير الحاجة اللي بيخلقها ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ده بالنسبة للمحتوى المقتبس أو المحتوى اللي احنا بنقول عليه محتوى كرياتيف، محتوى فيه إبداع. هو زي ما قلنا إن كل حاجة سواء مقتبسة أو فيها إبداع هي ليها أصل. طيب، خليني بقى أدخل ببساطة للمحتوى المسروق. المحتوى المسروق مش محتاج طبعا أتكلم عليه كتير، هو ببساطة إن أنت تاخد شغل حد تاني تنحته عندك من غير بقى ما تديله حقوقه في النشر ولا حقوقه في التأليف أو أيا كان. أنا خدت الشغل ده، قصيته من المكان الفلاني ولزقته عندي، والشغل ده بتاعي وهيجيب معايا لايكات والدنيا تمام، والناس ما بتفرقش. يعني الناس لا بتفرق بقى ان المحتوى ده مسروق ولا لا. الموضوع بالنسبة لهم الدنيا تمام، ما عنديش اي مشكلة. ولكن خليني اقول لك حاجة، خد بالك ان دلوقتي الموضوع ده بتعاقب عليك قانونيا. يعني انت لو اترفع عليك قضية حقوق ملكية هتتبهدل فيها، يعني هتتبهدل وغرامة وسجن وقناتك او المحتوى اللي بتقدمه هيتمسح وحاجات غريبة كده. فيا ريت نخلي الموضوع ده في بالنا قبل ما تقدم اي محتوى. اعرف او اتأكد ان انت بتقدمه باسلوبك وبتقدمه بطريقتك. طيب، بعد ما انت سمعت الكام كلمة دول وعرفت عن المحتوى وعرفت انواعه، هتختار اي نوع فيهم علشان تقدمه. هتختار نفسك وجمهورك وقيمة ان انت تقدمها للناس، ولا هتمشي مع الموجة وهطلع ارمي على نفسي مش عارف دقيق، وارمي على نفسي بودرة وبهدل نفسي ونظام بتاع التيك توك ده زي ما كان قال احمد مكي في المسلسل بتاع الكبير، كبسوا والجو ده، وبقى حدث ولا حرج. بقت ناس كتير قوي شغاله فيه وشايفه ان هو مصدر دخل سهل والدنيا معاهم تمام. وهل انت شايف ان اي محتوى ترفيهي تافه، ولا عرفت دلوقتي ان في محتوى ترفيهي مفيد؟ وهل المفروض ما نسمعش غير المحتوى المفيد بس او المحتوى العلمي بس، ولا انا اقدر اسمع محتوى ترفيهي طالما بيحترم عقلي والشخص اللي بيقدمه نفسه كمان بيحترم نفسه وبيقدم لي قيمة هو نفسه، لو حب في يوم هيتفرج عليها ما عندوش مشكلة، مش هيكسف او هيجي في يوم يقول انا ازاي كنت بعمل كده. مستني رأيك في التعليقات. لو عجبتك الحلقة ما تنساش الاشتراك في القناة وان انت تفعل جرس التنبيه علشان يوصلك جديدنا اول باول. كنت معاكم احمد المسلمي، واستنونا في حلقة جديدة من حلقات تك الزرار. دمتم بخير.